عندي سؤال بس، هو انت لو انت عايزها محجبة انت ليه بتختارها اصلا مش محجبة؟ ولو انت عايزها منقبة ليه بتختارها اصلا مش منقبة؟ وليه عايزها تبقى تلبس واسع وانت اصلا بتختارها مش لابسة واسع؟ انت ليه بتختار حاجات وعايز لما تجيب الشخصية دي تفصلها على مزاجك؟ طب ما تختار من الاول المواصفات اللي انت عايزها. ليه بنجيب الناس وبعد ما خلاص نعودهم عليهم نقول لهم لا انا مش عايزك تعملي كذا، لا انا عايز لبسك يتغير، لا البسي واسع، لا ما تلبسيش البلوزه دي. طب ليه؟ طب ما انت كان عندك اختيارات كتير قوي ان انت تقدر تختار المواصفات اللي انت عايزها. ليه بعد ما بنقرب من الناس بنيجي نقول لهم لا انا مش عايزك تكملي حلمك، انا مش عايزك تكملي في شغلك؟ لا طب ما نختار من الاول واحده مش عندها شغل ومش عندها كارير ولا اصلا قررت ان هي تكمل في حاجه. في كتير كده. ليه بعد ما الاقيها نجحت في حاجه اقول لها لا كفايه كده، تعالي بقى كفايه لحد كده؟ ليه بنعمل كده؟ طب ما انا من الاول عندي عقل اختار الشخصيه اللي تناسبني، اختار المواصفات اللي انا عايزها. الشكل ده هيناسب معايا ولا لا؟ الاسلوب ده هينفع معايا ولا لا؟ الحلم بتاعها ده هينفع معايا ولا لا؟ هقدر اخليها تكمل فيه ولا لا؟ طب انا عايزها تقعد في البيت وما تشتغلش وما يكونش عندها اي حاجة تانية وبتلبس زي ما انا عايز وتبقى انا دماغي هي اللي دماغها مش هي ليها شخصية. طب ما اختارها كده من الاول. بلاش تختاروا حاجة انتوا مش عايزينها وفي الاخر تمسكوا لا احنا ده ما ينفعش وده ينفع. غلط.